قناة الحضن تيفي، كن أنت الحدث. في لعبة الساحرة المستديرة هنالك لاعبان اثنان كانا ولا يزالان محطة أنظار العالم، وخلق الاستثناء بل كسر كل قواعد اللعبة في عالم الكرة. قال عنهما الأسطورة زيدان: في كرة القدم الحالية هناك ميسي ورونالدو ثم البقية. وقالت عنهما الجماهير العالمية أنهما أصل متعة كرة القدم في القرن 21. وبعد رحيل الكثير من اللاعبين النجوم الذين صنعوا الحدث الكروي في أواخر القرن الماضي حتى عند بداية الألفية الجديدة، ظهر للعيان لاعبين سطع نجمهما في سماء الكرة في أوروبا والعالم. تنبأ لهما الجميع منذ البداية بمشوار كروي حافل بالألقاب، وقيل عنهما وقتها أنهما الاستثناء في لعبة الجلد المدور. تلونت مسيرة رونالدو مع 4 فرق أوروبية، أبرزها مع نادي ريال مدريد الإسباني، حيث كان وفيا معه لعشرية كاملة. توج معه بكل الألقاب والكؤوس الفردية والجماعية، وحطم كل الأرقام الممكنة ولم يترك شيء لمنافسيه. رونالدو رفقة منتخبه البرتغال حصل على كأس أوروبا عام 2016، وكذا دوري الأمم الأوروبية عام 2019. ليو ميسي وفاؤه لبرشلونة بقي ثابتا مستمرا لم يتغير منذ أن لامست أقدامه الكرة في النادي الكاتالوني. ومع مرور السنين وفي كل موسم كروي يثبت ميسي للجميع أنه معجزة كروية لا تتكرر. ألقابه وإنجازاته ليست أقل قيمة من رونالدو. ميسي مع المنتخب لم يكن بنفس تألقه مع البارسا، ولم يتوج بأي لقب، حيث خسر نهائي كأس العالم أمام ألمانيا في مونديال البرازيل عام 2014. ولطالما ارتبط اسم الكلاسيكو الإسباني بين الريال والبارسا برونالدو وميسي، وكلما ذكر اسم الكلاسيكو ذكر اسمهما معا، لأنهما بكل تأكيد المتعة الحقيقية في الكلاسيكو. وبعد رحيل رونالدو عن هذا الأخير رحلت معه متعة الجلد المدور. الكرة اليوم حزينة على اقتراب موعد نهايتهما كرويا بعد أن جاوز 30، لكنهما ترك إرثا كرويا لا ينسى أبدا، بل سيوثق في سجل فريد من نوعه، لأنهما بكل وضوح رونالدو وميسي من كوكب آخر.